مانيش عارفة هم عملوا معايا كده ليه. ناس دمروا لي حياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا وسهلا بكم على قناة سوبر دوجي أم بدر. الفيديو النهاردة فيديو توعية لكل ست في أي حتة، في أي حتة في العالم، لما يكون تليفونها بايظ هي تعمل إيه. النهاردة معانا مشكلة لست مصرية أخدت تليفونها وراحت تصلحه في محل اللي هما بيصلحوا التليفونات، وراحت وسابت التليفون وقال لها ايه، فوتي عليا بكرة بعده. المهم الراجل ده أخد التليفون بتاعها واخد كل حاجة عليه، مثلا صورت بقى صور شخصية، فيديوهات شخصية، اي حاجة، وعرف رقم تليفونها عن طريق التليفون طبعا. وبعد كده ابتدى يراسلها وابتدى يهددها بكل حاجة أخدها من التليفون بتاعها، لدرجة إن الست منهارة. أنا دلوقتي نصيحتي للستات أو نصيحتي للست دي، أولا نصيحتي للستات التانية اللي هي إيه، لما يكون تليفونك فيه مشكلة لازم تتأكدي قبل ما تسلميه لصاحب الراجل اللي هيصلح لك المشكلة اللي بتاعت التليفون، لازم تفرمطيه، لازم تشوفي حل ان انت تفرمطي المشكلة دي. يا اما اي حالة، اي حاجة انت مصورها على التليفون ممكن تحتفظي بيها على كمبيوتر بتاعك، على اللابتوب، على اي حاجة تانية تكون سليمة، وتحطيها كجزء احتياطي. انما بلاش تليفونك الشخصي يكون فيه مشكلة، لانه مش هو عرضة ان هو يبقى بايظ ويتصلح، هو ممكن يكون عرضة ان هو يتسرق منك ويكون فيه صور شخصية ليكي. فبلاش نصيحة مني للستات انها ما تحطش حاجة شخصية، مثلا وهي حرة شوية كده تقوم مصورة نفسها. خدوا بالكم من النقطة دي، ان دلوقتي ما بقاش في اي حتة، مش هقولكوا في مصر بس، ما بقاش في اي حتة فيها امان. دي نصيحتي للستات، تمام؟ يا رب يعني اي حد يبقى معايا كده، علشان بجد الست صعبت عليا جدا، صاحبة المشكلة. فهي محتاجة منكم تعليقات، لو شافت الفيديو او الفيديو وصل لها تعليقات تبرد نارها شوية. طيب نصيحتي انا للست دي ايه؟ اولا انتي ما عملتيش حاجة علشان تحسي بكل الندم ده، او مش ندم، هي منهارة لان بتقول ان حياتها اتدمرت، مش قادرة توري وشها لولادها، مش قادرة توري وشها لجوزها. المفروض ان انتي صلحتي التليفون والراجل ده اخد الحاجة الداتا اللي على التليفون وبيهددك بيها. المفروض ما تتكسفيش، المفروض ان هما يقفوا معاكي وتروحي للشرطة وتعملي محضر شرطة في الراجل ده ان هو بيعمل الكلام ده كله. وعندك رسائل زي ما انتي بتقولي، المفروض تكون دي ضده مش ضدك انتي، لان انتي ما عملتيش حاجة غلط. اتمنى ان الرسالة دي توصل للست دي، وكل الستات تبقى فاهمة ان ممكن حاجة زي كده تحصل لها وهي مش واخدة بالها. يا ريت تاخدوا بالكم. ده فيديو توعية، لأ انا شفت الفيديو بتاع الست دي فقررت اعمل لكم الفيديو ده علشان توعية للستات كلها، ممكن اي واحدة فينا تقع في نفس الموضوع. اتمنى ان انتوا تكتبوا في التعليقات كلمة ولو بسيطة لهذه السيدة، لو قدر النصيب انها تشوف الفيديو، تشوف التعليقات تبرد نارها. مع السلامة. الرسائل دي بحاجات لا، مفيش اي حد في الدنيا ينفع يقولها ولا ما انتش عارفة اتعامل مع عيالي، ما انتش عارفة اتعامل مع جوزي، ما انتش عارفة اعمل ايه.